اوعى يا زمالك، اوعى يا زمالك تخسر من غزل المحله، ما بقاش في وش مكان عشان اتضرب فيه. يعني خسرنا من الاهلي وخسرنا من بيراميدز وخسرنا من اسوان وتعادلنا مع الاتحاد ومع الداخليه ومع المقاولين ومع المصري، خلاص يعني سطر الجلاليب جوه انتهى. النهارده اخر فرصه للزمالك، النهارده اخر فرصه للزمالك لو عايز يشارك في دوري الابطال او في الكونفدراليه الموسم القادم. احنا دلوقتي في المركز الخامس، والنهارده عندنا فرصه ان احنا ممكن نبقى في المركز الثاني الاسبوع اللي جاي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك صلي على النبي وركز معايا. النهارده فيوتشر هيواجه المصري. يا سلام بقى لو المصري يعطل فيوتشر. فيوتشر عنده 30 نقطه وفي المركز الثاني، الزمالك في المركز الخامس ما ننساش برصيد 26 نقطه، وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 27 نقطه. الزمالك النهارده يفوز باذن الله، باذن الله الزمالك يفوز على غزل المحله، وما نسمعش بقى كابتن بلال علام وهو بيقول والله زمان يا غزل المحله. والله العظيم قلقان، يعني انا قلقان والله، وبمني نفسي ان المصري يكسب فيوتشر وسموحه تكسب بيراميدز، بس خايف في النهايه لعيبه الزمالك يخذلوني، خايف في النهايه لعيبه الزمالك بقى ما تحسش على دمها وتكون رجاله في المباراه وتكون رجاله في الملعب وتكسب عشان خاطر الجمهور. الزمالك دي اخر فرصه، وصدقني والله دي اخر فرصه. ليه اخر فرصه؟ لان الاسبوع القادم الزمالك هيواجه فيوتشر، وده المنافس ليك على المركز الثاني حاليا، ده اللي بينافس الزمالك حاليا على المركز الثاني فيوتشر. فيوتشر حاليا 30 نقطه وعنده مباراه النهارده مع المصري، فتخيل معايا كده المصري يكسب فيوتشر والزمالك يكسب غزل المحله وتكسب انت فيوتشر الاسبوع القادم، خلاص يا باشا. اما انت المركز الثاني مركزي المفضل يا جماعه، بيه اقدر العب دوري الابطال. واحد امبارح بيقول لي ايه وانت يعني عايز تروح تلعب في دوري الابطال؟ هو انت بتعمل ايه في دوري الابطال؟ والله العظيم سؤال وجيه، بس اسم شاركت يا اخي، اسم رحت لعبت، حتى لو خسرت من دور المجموعات وحتى لو خرجت من دور المجموعات، حتى لو خسرت من صن داونز، بس في النهايه اسم شاركت، في النهايه يعني محافظ على وجودي في البطوله. يا اخي انت زعلان ليه؟ يعني انت زعلان ليه؟ يعني ما بقاش بكسب البطوله بقالي 20 سنه وكمان ما شاركش؟ الرحمه شويه يا جدعان. فيا ريت لعيبه الزمالك تسترجلوا، الله يكرمكم، الله يكرمكم تسترجلوا بكره وتكسبوا غزل المحله، وربنا يكرم المصري ويكسب فيوتشر، وربنا يكرم سموحه هي الاخرى وتكسب بيراميدز. يعني شوف يا زمالك مخلينا اتابع فيوتشر ومخلينا اتابع بيراميدز ومخلينا اتابع الاهلي، ارحمنا شويه، ارحمنا شويه عشان خلاص انا تعبت وجالي الضغط والسكر، ارحمونا ارحمونا الله يكرمكم. اكسبوا بكره بس كده. تخيل والله، تخيل كده فيوتشر يخسر وبيراميدز يخسر فالزمالك هو كمان يخسر، اقسم بالله تبقى حرق الدم مفيش بعد كده. يعني انا مش هقول لك بقى الاهلي والبنك الاهلي، اصل انا خلاص ما بنافسش الاهلي، فرق 8 نقط بيني وبين الاهلي. انا دلوقتي بس عاوز الحق مركز مؤهل لدوري الابطال او حتى على الكونفدراليه على اقل تقدير. يعني انا خايف ان انا ما اقدرش اكمل الدوري قبل 30/6 وخلاص يبقى الاتحاد المصري مجبر ان هو يبعت اسماء الانديه طبقا لترتيب جدول الدوري بنهايه الدور الاول. فانا دلوقتي في المركز الخامس كده، لا لاعب كونفدراليه ولا لاعب دوري ابطال. فيا ريت يا لعيبه الزمالك النداء الاخير، النداء الاخير يا لعيبه الزمالك، اكسبوا غزل المحله وارحمونا من اي صدمه ممكن تحصل. كفايه ان احنا حتى الان موسم صفري، لا دوري ولا كاس يا زمالك يا محتاس. ان شاء الله بكره باذن الله، باذن الله يعني نكسب، صح نكسب. قول لي كده يا عزيزي المتابع توقعاتك لمباراه الزمالك وغزل المحله وفيوتشر في مواجهه المصري وسموحه في مواجهه بيراميدز. انا ماليش دعوه بالاهلي، انا مش هتكلم عن الاهلي دلوقتي خالص، لان الاهلي في حته ثانيه خالص، الاهلي هناك في المركز الاول فرق 8 نقاط عن الزمالك، فماليش دعوه بيه. انا بكلمك على الثلاث ماتشات اللي يخصوني دلوقتي. توقعاتكم ايه؟ وباذن الله اشوفكم بكره. ولو وصلت لنا في الفيديو يلا صلي على النبي، خلينا ناخد حسنه كده على السريع وبس كده، والسلام عليكم.